وريني بقى كده يا ابني ماتش منتخب مصر. انا قاعد بقى مستني المنتخب على نار، ده منتخب بلدنا يا جدعان، لازم بقى ربنا يكرمنا ان شاء الله ناخد الثلاث نقط عشان نصعد بقى لكاس العالم. وريني كده المنتخب. ايه ده؟ ثانية واحدة، هو انتوا متأكدين ده منتخب مصر ولا منتخب الاهلي؟ ده لعيبة الاهلي كلها موجودة في المنتخب. انا حاسس ان عماد النحاس قاعد بره على الخط مع ابراهيم وحسام، بس مش مشكلة، ده ربنا يكرمنا، مفيش اهلي وزمالك، احنا اهم حاجة ان ايوه ايوه ضربة جزاء. ضربة جزاء، برافو، الله عليك يا تريزيجيه، بيعمل مجهود جامد بس تحس ان مجهوده ده بيروح على الفاضي. ايوه مين اللي هيشوط؟ ايوه حط يا ابو صلاح، حط يا ابو صلاح، حط يا ابو صلاح، الحمد لله الهدف الاول، الحمد لله الهدف الاول، ضربة جزاء عملها تريزيجيه سجلها محمد صلاح، جميل، بس شكلنا حلو والجمهور جميل قوي والدنيا مبدعه. ايوه حط يا زيزو، حط يا زيزو، ضربة جزاء جت في ايده، ضربة جزاء، يعني كده تريزيجيه عمل ضربة جزاء وزيزو برضه عمل ضربة جزاء، مين اللي هيشوطها دي؟ ما تسيبوها لزيزو يا جدعان. مرموش، ماشي يلا، خش يا مرموش، خش يا مرموش، الله عليك، 2-0، 2-0، الحمد لله ما انت كريم يا رب. والله وحشنا اداء المنتخب اللي هو بيسجل وكده، مش المنتخب اللي كان بيدافع، شغل العميد باين بصراحة للأمانة يعني. ايه ده؟ هو مال تريزيجيه في ايه؟ الواد تريزيجيه ده صعبان عليا قوي، يعني بيعمل مجهود والكرة تيجي في العارضة، مضيع كرة من على خط الجون، مش عارف تريزيجيه ماله، الواد ده اكيد في حاجة مضايقاه، بس مش مشكلة، اهم حاجة ان احنا خدنا الثلاث نقط، وان شاء الله ان شاء الله نصعد بقى كاس عالم. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات من وجهة نظركم مين يستحق ان هو ياخد رجل المباراة ومين اسوأ واحد في المباراة.